لو خيروك لو خيروك بين تنظيف الاطباق كل يوم، يعني تغسل المواعين، او تحضر الطعام. غسل المواعين والله مجربه يكسر الظهر، اوكي تحضير الطعام اطيب. لو خيروك بين ان تضيف البرتقال الى طبق السلطه، ان تضيف البطاطا لطبق الفواكه. والله سؤال صعب. البرتقال يعني نخليه للزلاطه، ما ترهم. الليمون يرهم اكثر. البرتقال او تضيف البطاطا لطبق الفواكه، يعني هاي واقفه كلش واقفه. اوكي نختار هذا الخيار، شوي احس ارحم، بس يكون ماكو بهارات بيه، لان شوي نتقبل الاكل. نختار هذا الخيار. اوكي يعني زين اكو ناس هواي مثلي. بس انت النسبة هاي شلون تاكلون البوتيتو ويا الفواكه؟ ما ترهم. لو خيروك ان يكون منزلك الى الابد في بلدة صغيرة، او ان يكون منزلك الى الابد في مدينة كبيرة. يعني بين البلدة الصغيرة والبلدة الكبيرة. اختار البلدة الكبيرة، لان دائما الازدهار والحياة والناس صار اكثر بيها. ولو البلدة الصغيرة والله بيها هدوء، وانا شوي انسان اميل للهدوء اكثر. اوكي بلدة صغيرة، هدوء احلى. لو خيروك بين الذهب والالماس، يعني اذا من ناحية مادية الالماس اغلى من الذهب واندر. والله الالماس. لو خيروك بين فيلم رعب فيلم رومانسي. الافلام الرعب صراحة علاقتي بيها مو كلش قوية. الفيلم الرومانسي اخر مرة تابعته بال 2019 وقطعت عنه. فيلم الرعب. اوكي مو مشكلة، نسبة قليلة، يعني اللي يحبون افلام الرعب قليلين، ان شاء الله انا منكم. لو خيروك بين سافر الى دولة غنية لكنك فقير، او سافر الى دولة فقيرة لكنك غني. سافر الى دولة فقيرة لكنك غني. والله المفروض يعني اذا شخص غني، اوكي سافرت الدولة فقيرة، بعد ما سافرت اقدر اروح لغير دولة، ما خسران شيء، غني. بينما اذا سافرت الدولة غنية ولكنك فقير، يعني احتمال اذب فلوسي كلها بهاي الدولة وما اسافر لغير دول، فنختار الخيار الثاني. ما اعرف صراحة ليش هواي مختارين هذا الخيار. يعني هاي احسها انه هي سفرة بعد نهايتها، ما تسافر بعد. بينما هاي تقدر تروح لغير دولة فقيرة، بعدين ما دام غني تقدر تروح تسافر دولة ثانية غنية. لو خيروك الجلوس في مشفى مجانين لمدة اسبوع، او النوم في مشرحة لمدة اسبوع. مشرحة يعني مال جثث، والله اذا مال جثث ما اريد. الجلوس في مشفى مجانين لمدة اسبوع، والله هواي ناس سووها قبل. يعني اتذكر اكو ممثل هذا اللي توفى، هيث ليدجر، مثل شخصية الجوكر، ظل 3 اشهر ممثل في المجانين على مود بس يتقمص الشخصية. فنختار اوكي هذا الخيار. تمام. لو خيروك بين طباخ خياط، والله الخياطة ولا طقة بيها. الطبخ اوكي يجي مني، يعني اعرف اطبخ بس مو طباخ محترف، واصلا الطبخ هو الافضل، فنختار الطبخ. عافية عليكم. لو خيروك بين الجلوس مع شخص كريه الرائحة مصاب بفيروس كورونا. يعني مبين هذا الخيار، فيروس كورونا نوب اروح انصاب بالمرض 14 يوم، ما نختاره. نختار الجلوس مع شخص كريه الرائحة، يعني نتحمله. اذا خلي عطر زين اعطيه عطر تمشي الامور، فنختار هذا الخيار. هذا يا غبي يريد يقعد ويا واحد مصاب بفيروس كورونا، تحجون صدق؟ لو خيروك بين الضحك باستمرار طوال الوقت البكاء طوال الوقت، راح اختار هذا الخيار بس على مود فضول. بس الناس اللي اختارت هذا الخيار يعني شو تحسون؟ يعني انا مختار هذا بالله اول وتالي، الضحك باستمرار طوال الوقت، يعني ماكو على من الضحك. بس ليش الناس تختار البكاء طوال الوقت؟ يعني انتوا ال 20% شو تحسون الخاطر الله؟ يعني ليش تبكي طول الوقت؟ لو خيروك ان تكون بلا حواجب ان تكون بلا اسنان. احنا اول وتالي من نكبر اسناننا راح توقع، تمام؟ فيعني هذا الخيار لا بد منه. ان تكون بلا حواجب، والله واحد شلون يطلع بدون حواجب؟
صعبة، بس هاي مو مشكلة يعني. اكو جلسات ليزر وشي اسمه تاتو، يعني تسوي رسم للحاجب، فنختار هذا الخيار. 71 ما مشكلة. بس انت تكون بلا اسنان، ليش يعني تكون بلا اسنان؟ يعني شلون تاكل؟ صعبة يعني واحد بلا اسنان، يعني لا مظهر لا اكل، والله صعبة. لو خيروك بين ان تتمكن من التقلص الى حجم نملة، ان تنمو الى حجم ناطحة السحاب. والله سؤال فلسفي كلش قوي. اذا صرت بحجم النملة، طبعا هاي كانت يعني واحدة من احلام الطفولية، انه اعرف النملة شنو تشوف بحياتها، يعني تشوف القاع كبرها، تشوف يعني الدنيا، تشوف حجم المخلوقات، وتقدر تعيش براحتك، تاكل براحتك. أن تنمو إلى حجم ناطحة سحاب، يعني تصير عملاق، يعني تظل تمشي وتدوس على العالم، تقتل الناس، تدمر بيوت. بس المشكلة إذا صرت نملة، هم واحد يدوسني أموت، يعني ليش أخاطر بنفسي؟ فنختار أن تنمو إلى حجم ناطحة السحاب، أصير عملاق أفضل. أوكي. لو خيروك بين هاري كين بنزيما. والله انا علاقتي بالطبع مو كلش تمام، بس بنزيما الحكومة. اوكي. لو خيرك بين ان تلبس ملابس الغوص وتذهب بها الى العمل لمدة يوم كامل، ان ترتدي ملابس جدتك. ليش ارتدي ملابس جدتي؟ ان تلبس، اوكي نختار هذا الخيار. ليش ارتدي ملابس جدتي؟ ليش؟ لو خيروك بين الركض بسرعة او قفز عاليا. الركض بسرعة يعني تصير عداء محترف، تصير لاعب طوبة، يعني عندك امكانيات كلش هواي، واصلا الركض السريع راح يفيدك هواي. القفز عاليا يعني هاي اكثر مميزة تفيدك، ممكن تصير لاعب العاب اولمبية، تفوز بمسابقات. بس اذا ركضت السريع قلت لك احتمال تصير لاعب كرة قدم، تصير مشهور. فليش ما نختار الركض بسرعة؟ يعني احس هم فائدة جسدية وفائدة مادية، كونك يعني راح تحصل شهرة وفلوس من الركض بسرعة. نختار الركض بسرعة. اوكي مو مشكلة. لو خيروك لعب كرة القدم او لعب كرة السلة. والله صراحة لعب كرة السلة جربتها، لعبة حلوة تمام، وبس شنو اللي يروج؟ يعني هذول اللي يمدون ايدهم، هذول اللي يخرمشون، يعني مرات تلقى لاعب كرة سلة اظافره ما مقرضهن تمام، ويسوي لك هيك، يعني يصير عندك جروح خدوش. جربت لعبان نفس. لعب كرة القدم يعني هي أقوى لعبة موجودة عندنا بالعراق، وأنا قضيت حياتي ألعب طوبة، فلعب كرة القدم أكيد 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 الرياضة المفضلة. لو خيروك شبكة إنترنت ضعيفة جدا أو شبكة هاتف ضعيفة، والله اثنتين ضعيفات بالعراق. بس أوكي نختار شبكة هاتف ضعيفة طبعا، لأن الإنترنت إذا ضعف بعد حتى اتصال ما أقدر أتصل، وشركة الهاتف يعني أتصل على الخط. ليش أتصل على الخط إذا الإنترنت قوي وعندي واتساب، عندي تليجرام، عندي فيسبوك، ماسنجر، يعني هاي البرامج مال الاتصال. فأوكي الخطوط حتولي نختار شبكة هاتف ضعيفة. عافية عليك، لأن الإنترنت إذا ضعف الدنيا كلها تلاص. لو خيروك العمل تحت أشعة الشمس الحارقة أو العمل في البرودة الشديدة. هو العراق اصلا بالصيف درجة الحرارة تعبر ال50 تمام، فالعمل تحت اشعة الشمس الحارقة متعودين عليها. العمل في البرودة الشديدة يعني نتمنى والله، فنختار العمل في البرودة الشديدة احسن. طبعا هذول اللي مصوتين اكثرهم دول الخليج، لان يعني الدنيا عندهم كلش حارة. لين انا وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى تعجبكم هاي الحلقة، واذا عجبتكم اكتبوا لي حتى ان شاء الله ننشر منها اكثر من حلقة. كل التوفيق ان شاء الله، اشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني.